السلام عليكم خوتي وخواتاتي، مرحبا بكم معايا في قناتي وقناتكم فوزية تيفي. اليوم ان شاء الله غادي نوجدوا بريوش كيجي مالح زوين واقتصادي، والمكونات موجودين في كل بيت. الا جربتوه ما غاديش تبقاو تستغناو عليه. عندي جوج حبات ديال الفلفله ملونين، ممكن ديروا غير لون واحد. عندي حبه ديال الخيزو مبشوره، عندي حبه ديال الكورجيت مبشوره، عندي بصله ما كبيراش بزاف مقطعه مكعبات رقيقه، عندي طرف ديال الكفته غلميه، ممكن ديروها بقريه او لادان ديال الدجاج او اللي عندكم ممكن ديروه. كنشدو المقله ديالنا، كنخوف فيها الزيت، كتسخن الزيت، كنديروا البصله، كتشحر البصله مزيان، كتنزل، كنزيدوا عليها الفلفله. من بعد ما كنزيدوا الفلفله كنخليوها نشحروها مزيان حتى كتنزل حتى هيايا، وكنزيدوا المورسو ديال الكفته ديالنا. من بعد ما كنزيدوا الكفته ديالنا وكنفكوها مزيان، نحلوها باش يدخل معاها الطياب. كنديروا التوابل عندي التحميره، شويه السودانيه، شويه القزبر حبوب، شويه ديال السكنجبير، البزار، الملحه على حسب الذوق، الخرقوم. كنشحروا داكشي مزيان حتى كتدخل التوابل في الفلفله وداكشي. كنزيدوا حبه ديال الخيزو مبشوره، ونزيدوا من بعد ما تتشحر لينا كنزيدوا حبه ديال الكورجيت. من بعد ما كيتشحر لينا داكشي الخليط كامل وكتجانس العطريه مع بعضياتهم، كنزيدوا الكريمه ديال الطبخ. ومن بعد ما كنزيدوا الكريمه ديال الطبخ كنحركو مزيان صافي، كندمج العناصر مع بعضياتها وتنزولوها، غادي نحطوها في الطبسيل حتى كتبرد. كندوزو للعجينه ديال البريوش. عندي 500 غرام ديال الطحين اللي هو نص كيلو، عندي معلقه صغيره ديال الخميره، عندي معلقه صغيره ديال السنيده، عندي الملحه على حسب الذوق. نزيدو خماره من فئه 8 غرام او 7 غرام اللي موجوده عندكم ديروها. من بعد ما كنديرو خماره كنزيد تقريبا 4 المعالق ديال الزيت النباتيه كما كتشوفوا تشاهدوا قدامكم، وكنزيد بياض ديال البيض، والصفر تنخليه للدهن تزيين صافي. وممكن تعجنوها بالحليب او تعجنوها بالماء الدافي. انا ما كانش متوفر عندي الحليب، عجنتها بالماء الدافي وراه نفس النتيجه، كتجي تبارك الله العجينه مفشفشه وزوينه. الا جربتوها ما غاديش تبقاو تستغناو عليها. من بعد ما عجنتها كنحطها فوق سطح العمل، تندلكها مزيان شويه صافي، وكندهن الاناء ديالنا بشويه ديال الزيت وتنخليها حتى كيتضاعف الحجم ديالها. ومن بعد ان شاء الله كنغطيوها بالسلوفان ومن بعد نرجعوا ليها. هنا من بعد ما تضاعف الحجم ديالها غادي نشدوها، غنغازيوها ونقطعوها الحجم اللي بغينا. من بعد ما غادي نقطعوها كويرات اللي بغينا، كل واحد تيتحكم في الكرات كما بغيتهم كبار بغيتهم صغار. انا درت مشي شويه كبار، وانتم ممكن ديروا الحجم اللي بغيتو. من بعد ما ساليت كندوز لاول كره وكنطلقها معاكم بالمدلك، والحشوه كتكون بارده الحشوه. من بعد ما كنطلقها بالمدلك كندير فيها الحشوه. الفيديو راه موضح راسو. هنا كنلويو كنقطعو بالجراره ديال البيتزا، او ممكن تقطعي غير بسكين عادي صافي. ما كتوصليش حتى للاخر، غير كتقربي للاخر وكديري كتسديها من الجناب وكتلوي وكديريها على الشكل اللي بغيتي تدوريها حتى تسديها، او بغيتي تخليها غير مقوسه، انت اللي كتحكمي في الديكور اللي بغيتي. انا بغيتهم بحال الهلال درت لهم بحال هكايا. شوفوا تبارك الله ما شاء الله كيجيو زوينين. خنعيا ما نشكرهم حتى غادي تجربوهم وعاد غادي تعرفوا علاش كنهضر. طلقت معكم وحده ثانيه عاوتاني. انا غادي ندير معكم نفس الطريقه كما كتشاهدوا.
كنطوي الجنب ديالها، كنطوي وكنضغط من الجناب. من بعد ما كنضغط من الجناب كنقطع بقطعه ديال البيتزا وتلوي بحال الاخرى. كديري الديكور اللي بغيتي تقوصيهم، بغيتي تخليهم بحال الهلال كما درت انا، بغيتي تدوريهم بحال غتسديهم، انت اللي كتحكمي في الديكور اللي بغيتي. انا كنخليهم بحال هكايا، كندير لهم بيديه بحال هكايا تنخليهم تيجيو زوينين. من بعد ما ساليت كندهنهم بصفار البيض اللي زدت عليه قطرات من الخل. صافي كندهنهم كاملين بصفار البيض وكنزيد عليهم بافو وكندخلهم الفران. الغاز تيكون شاعل مزيان وسخون، كنخليهم حتى كيطيبوا وتنهبطهم يتحمروا وتنخرجهم. من بعد ما يخرجوا نرجع معكم ان شاء الله نوريكم الشكل النهائي. هما من بعد ما خرجوا تبارك الله ما شاء الله كيجيو زوينين، مع كويز ديال عصير الحامض صايبته ديال الدار. تبارك الله كيجيو مفشفشين وكيجيو زوينين. شوف كيجيو مهويين من الداخل. الا وصلتوا حتى لهنايا ما تنساوش الاشتراك في قناتي وشي كومونتير زوين وقليب. السلام عليكم.